أبا جهل الذي جاء بسهم طائش في الفيلم، والحقيقة أنه قتله الطفلان معاذ ومعوذ، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن الأحداث التي رسخت في الأذهان ويجب معالجتها السيف الذي نصب لعلي رضي الله عنه، والذي يحمل شفرتين في نهايته، وهي صفة الخنجر الذي قتل به أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويرسخ بالعقول أن ذلك هو سيف ذو الفقار، والحقيقة أن هذا السيف لا يحمل شفرتين في نهايته، بل به ثقوب وفقرات تشبه العمود الفقري على الغالب. لا يغيب على ذهن أحد أن الحمامة باضت في الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عند هجرتهما من مكة إلى المدينة، والحقيقة أن هذا لا يصح ولا يثبت. كذلك أهمل الفيلم أحداثا عظيمة في سيرة رسول الله